السلام عليكم، اخباركم ايه؟ اتكلم معاكم في طبعا على ماتش الزمالك وبتروجيت في كذا نقطه كده بس مهمه. اول حاجه اتكلم فيها الزمالك فقد نقطتين مهمين جدا على صراع الدوري والمراكز الاولى. تاني حاجه اتكلم فيها ليه الجفالي ومصدق النهارده ما يشاركوش في المباراه. تالت حاجه اتكلم رساله لزيزو انه بس يتعلم من كابتن محمد صلاح. اول نقطه، الزمالك النهارده فقد نقطتين مهمين جدا في الصراع على الدوري والصراع على المركز الاولى. لان طبعا احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده كتير ان الدوري السنه دي مختلف تماما عن الدوريات اللي فاتت. الدوري السنه دي من المركز الاول للتاسع هم اللي هينافسوا في الدور الثاني على المراكز الاولى والدوري. والزمالك لو فضل بالطريقه دي ان كل ماتش هيفقد نقطتين بقى او نقطه او ثلاثه، هيكون بالتالي كده احنا ممكن لا قدر الله نوصل فيما بعد التاسع. لان السنه دي من المركز الثالث للتاسع متقاربين جدا جدا من بعض في النقط. فاحنا لا قدر الله ممكن نوصل فيما بعد التاسع يعني، فمش هننافس ولا على الدوري ولا هننافس على المراكز الاولانيه اللي تاهلك لافريقيا. فده ناقوس خطر بيدق لنادي الزمالك. تاني نقطه اتكلم فيها الجفالي ومصدق، صلاح مصدق النهارده ليه ما شاركوش في المباراه. مع ان الونش لغايه دلوقتي لسه ما رجعش الفورمه بتاعته. فبالتالي كان صلاح مصدق كان هو الانسب النهارده للمباراه حتى يتم تجهيزه كمان للماتش القمه. الجفالي، مصطفى شلبي النهارده ما شاركش في المباراه طبعا احنا كلنا عارفين. فبيسيرو لجأ لمحمد عاطف، بعد كده لجأ لمحمد حمدي، والاثنين ما ثبتوش نفسهم. فليه الجفالي اصلا من الاساس ما يشاركش النهارده؟ يعني محترف المفترض جاي لك يلعب على طول يعني ويشارك. فالاثنين دول لو كانوا شاركوا النهارده كان ممكن يفرقوا في تشكيل الزمالك والسكواد بتاعه. تالت نقطة بطلب من كابتن زيزو يا ريت تتعلم بس من محمد صلاح. ان محمد صلاح لغاية دلوقتي ما مش عارف مستقبله مع ليفربول سواء هيجد ولا لا. ومركز تماما جدا جدا جوه الملعب، وهو هداف الفريق وهداف ليفربول. فنفسي زيزو يفصل تماما جدا، يفصل كل دماغه عن موضوع التجديد ويركز في مستواه وفي المباريات، ويرجع زيزو اللي احنا عارفينه.